ميسي علق على المباراة بعدما انتهت في تلك الظروف، قال غير عادي. تعليق في الانستغرام هكذا قال ليونيل ميسي، قال غير عادي وكأنه يشير لأمور كثيرة. إذا ما خرج ليونيل ميسي من ردة الفعل سيقول منتخب المغرب غير عادي. طيب عندك شيء كابتن ماجد؟ لا حبيبي، لا ماكو. حضري في المباراة عادل لا فنيا يعني لا فنيا الفضيحة جاينا الفضيحة لا فنيا لا ما فيش حاجة فنية جاي بس الفضيحة طبعا هي دي الفضيحة طيب بمعنى الكلمة. شوف الديمقراطية هنا لا شلون اليوم زين باخر قمع الآراء بهاي الطريقة. مرة ثانية أقمعك إذا تقمع الرأي. قطك وراءك المهمة أبو صقر. ثلاث أشواط. والله انا احترم طبعا وجهه نظره كمتخصص، بس يعني من النوادر جدا ان تكون 15 دقيقه، واحنا يعني احنا ايضا الوعي وشفنا في الملاعب من افضل الحكام اللي لعبنا وياهم او حكموا لنا. يا اخي نعم وفق النظام الجديد الان يحسب على كل دقيقه طوف يحسبها، بس احنا في المباراه يعني يمكن واحد من الكباتن قال واحد ما شفنا واحد يعني واحد من الاخوان المساء يقول يا اخي لعبوا لعب طقوا فريق المغربي طق في الملعب ما اعطى انذار ولا وقف المباراه، مع ان طاحوا الشوط الاول كان وايد زين. شفنا بس مو 15 دقيقه، 15 دقيقه ترى وايد، يعني ربع ساعه قانون مال الاشواط الاضافيه. نعم حضري في ايه؟ الحالة؟ لا خلاص كان قلت لك انت قلت فضيحة يا اخي قول رأيك. فضيحة ما فيش حاجة. فضيحة ليه؟ ما فيش حاجة. فضيحة. فضيحة اوكي ليه؟ وجهة نظري فضيحة حبيبي والله انت بتتكلم في ايه؟ فضيحة مش عندي حاجة. فضيحة حبيبي حضري. هو في حد بيعمل اللي بيحصل ده؟ حضري احنا اتكلمنا من الاول قلنا الاولمبياد ما فيش حد بيهتم بكرة القدم. طيب وهي بطولة استثنائية او ميدالية استثنائية، بس هتقعد تقولي ليه؟ مفيش حاجه اسمها ان انا بعد ماتش ساعه ونص اطلع جمهور والعب وبعدين ارجع العب 3 دقائق واللاعيبه خلاص. افرض الفرقه دي جابت جول في 3 دقائق هتقول ايه؟ فضيحه بمعنى الكلمه. انت عمرك شفت كده اصلا؟ لا بس خلاص ما شفنا بالملعب بس خلص الموضوع. كابتن وانت ادرى مني في موضوع الاعلام والصحافه، كل وسائل الاعلام تغيرت العناوين بعد ساعة ونص. كل العناوين عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة والصحافة العالمية حتى القنوات التلفزيونية غيرت من نتيجة المباراة. نقطة إضافة أخيرة كابتن، أهنئ فريق العمل لاختيار هذه الفقرة تحديدا لأنها اكسكلوزيف ستثبت لمن عاشوا هذه الوضعية بأن ما قدمته ليالي باريس من خلال هذه الفقرة والوقوف عند الجانب التحكيمي أعتقد بأنها ستجيب عن عديد علامات الاستفهام التي حيرت الجماهير العربية والمغربية من خلال متابعة هذه المواجهة. بس سيبك من الصورة. أقول لك حاجة سيبك من الصورة. اللي أنت بتتكلم عليه عمرك تلعب ماتشات نهائية نهائي شامبيونز ليج بين ريال مدريد وليفربول في فرنسا، حصل صراعات وحصل ضرب صح كل شيء صح. الماتش تأجل نص ساعة وتلعب نهائي أوروبا. صح. ده نهائي أوروبا مش ماتش في الأولمبياد. تتكلم في ايه؟ ساعة ونص وبعدين يقول لك طلع الجمهور. انا علي اقول لا مو انت سمعت حازم حسين ايش قال؟ قال يمنح الحكم نص ساعة، اذا ما طلع يمنح ساعة. الكابتن حازم له احترامه وله تقديره. لا هو بيتكلم على فكر بتاع زمان. مش دعوه علي فكر بتاع زمان. يعني احترامي ليه طبعا. علي انا بتكلم على الفكر دلوقتي. مصطفى الحاضر زي الوقت القانون كله بيتغير عند الحراس المرمى، عند اللعيبه، عند الحكام، عند فار، عند كل حاجه. عمرك شفت حصل اضرابات في نهائي اوروبا، حصل من الصراعات او انجلترا في اكثر من شغب انجلترا ولا حد بيطلع جمهور. انا برايي كابتن، انا برايي اللي صار الجدل اللي صار، يعني الحكم من حقه انه يخلي الجمهور يغادر. كم عدد الجماهير اللي نزلت على الملعب؟ يمكن الاف كانوا والله وايد. لا ما نزلوا اللي نزلوا تحت. لا هو طرد الملعب كله. يعني انت كحكم خلاص استبعدوا الجمهور كله على في امن ملعب، هذول 10 ل 20 واحد استبعدوا. طلعهم خلاص. وكملوا المباراه. في بطوله اوروبا نزل جمهور. ما عاقب جمهور. مسكوهم وطلعونا كابتن عبد الله. انا اطلع كل ذنبهم ايه؟ ذنبهم كابتن، بس انا شايف بقدر ادير الحدث بسلاسه.
حازم حسين يقول هذا اجراء وتعليمات الاتحاد الدولي. لحظه يا شباب خلينا نهدى. كابتن انت تقول مو من حق، يقول لك هاي اجراءات الاتحاد الدولي. ما حصلش ليه في بطوله اوروبا الاخيره. التعليمات لا حازم حسين ردا على الحضري بس يقول هذا اجراء الاتحاد الدولي وليس فكر قديم. يا كابتن صحيح كابتن. انا قلت ايه؟ انا بتكلم احنا بننسى زمان واحنا في الحاضر. يا كابتن علي ما حصلش في بطوله اوروبا. كابتن علي خل بس انا اكمل هاي الفكره. دقيقه كابتن. اولا انا اقول في كل جمهور اكو من يصير لنفرض ينزل مو عاقب جمهور كامل حاضر المباراه، هنا عقوبه جماعيه صارت لا يستحقها من مش تقتل مباراه. افرض جمهور الارجنتين هو اللي نزل. طبعا انت هذا ما يصير. اثنين، احنا من البدايه عندنا مؤشرات سلبيه على البطوله. انا اقول للاتحاد الدولي اللي يجعل من هذه المسابقه كره القدم في هيك بطوله بهذه العدم أهمية وبهذا الانحدار الغيها تماما، ما أسمح الفرق تشارك، أفضل من أنه تشارك وما تظهر بطولة بالمستوى اللائق لا تحكيميا. عبد الله احنا قلنا عليها قضية يعني استكمالا لرأيك المحترم، احنا قلنا في هذه البطولة هي اعداد اجيال قادمه، يعني مو بهالطريقه انا دمر اجيال مو عد اجيال حقيقيه. وقلنا ايضا حتى الكبار اللي يحطونهم ما نبي يحطونهم، نبي الفريق كامل. يعني تتذكر قبل مده اختلفنا على انه هل جلال قولشي منتخب يدخل ولا يخلي حسين؟ نعم انا قلت لا حسين، بعضهم قالوا لنا نبي جلال. لا بس انا شلون اطلع جيل جديد؟ هذه البطولات هي بس غير وفق معايير صحيحه لهذا الجيل. ترى نادر حتى انا اطوره مو اخلي بطريقه مو صحيحه. كابتن امين تفضل. المشكل اللي قاعدين نقولوا فيه الكلنا مش قاعد يتفهم. احنا نتفق الكلنا انه الفضيحه تنظيميه. الفضيحه تنظيميه مش فضيحه قبل ما نوصل الفضيحه التحكيميه، فضيحه تنظيميه لانك تخرج جمهور كامل علشان 9 ولا 8. السلام عليكم الاخوان، كيف دايرين؟ صافي عليكم، نتمنى باش تكونوا بخير وفي امان الله وحفظه. المهم اليوم نهضروا على المقابله نتاع المغرب والارجنتين اللي دراسنا في راسنا، درسنا السكر الخوش، ما فهمناش شنو واقع. هذا الحكم السويدي ما فهمناش متحيز ضد المغرب، واش ما كيحملش المسلمين ولا شنو الخوش؟ نقول لي الراي ديالكم. يعني 15 دقيقه على بزاف اللي زاد، ومع ذلك تمكنا من الفوز عليهم على الجدارة والاستحقاق، ونتمنى نكملوا في هذا المنوال. إذا اليوم غادي نتحدثوا على ردة الفعل من ديال الإعلام العربي ملي شاف الظلم اللي تعرض ليه المغرب. شنو دار؟